حملت بداية العام الحالي 2015 انطلاق حملة جديدة في وسائل الإعلام الغربية، مركزة على أداء العمليات العسكرية التي ينفذها سلاح الجو السوري. في شباط 2015 أجرت محطة BBC البريطانية مقابلة مع الرئيس بشار الأسد. أجراها صحفي بريطاني اعتمد في أسئلته على الفظاظة في صياغتها، مركزا على أن سلاح الجو السوري يعتمد بشكل رئيس على ما سماه البراميل المتفجرة. فأوضح الرئيس ألا وجود لسلاح بهذا الاسم. The weight of testimony, Human Rights Watch, for example, 30th of January this year, has said that forces loyal to Bashar al-Assad, quote, have deliberately and viciously attacked civilians in opposition-held areas using indiscriminate weapons, notoriously barrel bombs. If somebody who's against his people and against the regional power and the great powers in the West and survive, how? If you kill the Syrian people, they support you or they become against you. How the army, they use bullets, missiles and bombs. I haven't heard of army using barrels or maybe cooking pots. في 27 من شباط، وفي إشارة واضحة على وجود تنسيق من نوع ما، نشرت منظمة Human Rights Watch تقريرا ركز على حجم الدمار الذي أصاب إحدى البلدات السورية بفعل ما سمته هي أيضا البراميل المتفجرة، واستخدمت هذه الصورة ضمن وثائقها. التدقيق في التقرير يوصل إلى صحيفة نيويورك تايمز، وتحديدا بتاريخ 12 من شباط 2015، حيث جاء في وصف الصحيفة الأمريكية لذات الصورة: مدينة كوباني ذات الغالبية الكردية مدمرة بشكل كامل بعد أشهر من حصار داعش والضربات الجوية من قبل قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. أي أن الدمار في الصورة مصدره سلاح الجو الأمريكي، غير أن قنابله لم تسمى براميل متفجرة. العبرة هنا في أن ما اعتمد عليه تقرير منظمة Human Rights Watch لم يكن صحيحا بالنسبة للصورة المعتمدة، فماذا عن باقي المعلومات إذن؟ حينما يحوي تقرير للمنظمة معلومات خاطئة فإنه يعتبر مشوها لتاريخ المنظمة بالنسبة للدول الغربية، غير أن مضمون التقارير لا يدقق فيها بالنسبة للدول العربية ويستمر في استخدامها كوسائل ضغط قوية. هل يوفر تقرير Human Rights Watch حجة قانونية كافية لملاحقة دولية للمسؤولين عن قتل متظاهري رابعة والنهضة؟ وما هي التداعيات السياسية المحتملة لتقرير كهذا على السلطات المصرية داخليا وخارجيا؟ المنظمة أطلقت صيحة تنبيه لنواب المجلس التأسيسي. تخطئ بعض الحكومات فتنظر إلى حقوق الإنسان كرفاهية وليس كبوصلة أخلاقية ضرورية للتحرك السياسي. نظرة لخصت تقريرا عالميا لمنظمة Human Rights Watch المعنية بحقوق الإنسان. فمن هي Human Rights Watch؟ تعتبر أكبر منظمة تعنى بحقوق الإنسان في أمريكا. تأسست عام 1978. يعمل لديها أكثر من 200 خبير فضلا عن 500 موظف ومكتب حول العالم. تصدر أكثر من 100 تقرير سنويا حول حقوق الإنسان في دول العالم باستثناء الكيان الإسرائيلي وأوروبا وأمريكا. أنشأها اليهودي روبرت برانشتين، تحولت إلى اسمها وشكلها الحاليين عام 1999 بشراكة اليهودي الصهيوني ديفيد كيز. وإلى جانب الدعم الإعلامي الغربي والعربي على حد سواء، تعتمد في ميزانيتها على المنح والتبرعات، ويعتبر أهم المتبرعين للمنظمة هو اليهودي جورج سوروس الذي دفع 100 مليون دولار لها عام 2010، أي قبل اندلاع الأحداث في الوطن العربي مباشرة.